فأنت لو موهوب في الكورة وشايف نفسك عندك مستقبل فيها، أو أنت أب أو أم عندكم ابن بتحلموا تشوفوه لاعب كورة كبير، الدقيقة الجاية دي ليكم. إمام عاشور لما راح ميتلاند سجل في أول ماتش في الدوري ليهم، بس بعدها للأسف من حظه السيء اتصاب والمدرب اتغير وقلل عدد دقائق اللعب بتاعته. من تصريحات إمام عاشور نفسه إن هو ما قدرش يتأقلم على العيشة في الدنمارك، اللغة كانت عائق، والمعيشة هناك بسبب التلج والسقعة كانت صعبة جدا عليه، وده كان سبب قرار رجوعه لمصر. رجوعه للأهلي ما كانش فشل، لحد النهارده إمام عاشور لاعب مهم جدا من لعيبة النادي الأهلي ومنتخب مصر. بس العقلية والتأقلم بيفرقوا بشكل كبير، وكان ممكن إمام عاشور يبقى في حتة تانية لو كان اتأقلم على الوضع اللي كان عايش فيه في الدنمارك وطور من نفسه. فأنت لو موهوب في الكورة وشايف نفسك عندك مستقبل فيها، أو أنت أب أو أم عندكم ابن بتحلموا تشوفوه لاعب كورة كبير، الدقيقة الجاية دي ليكم. الموهبة ممكن توصلك أو توصل ابنك لأبواب أوروبا أو أبواب نوادي كبيرة، ولكن العقلية والانضباط، تعليم، تأقلم، هو ده اللي بيخليك تستمر وتكبر أكتر وتطور من موهبتك. والحاجات دي لازم تتعلمها من وانت صغير، ما ينفعش تيجي فجأة كده بعد وانت في نص مسيرتك وتحاول انك انت تتعلم. ممكن تمشي معاه، ولكن اللي جاهز هو اللي بياخد مكانه على طول. المكان مش بيستنى حد ومش هيستناك لما تجهز، والفرصة لما بتيجي مش هتستناك عشان تبقى على مقاسك.